السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جيتكم في فيديو جديد، وهو تحلية سهلة وسريعة ومقاديرها متوفرة في كل بيت. اذا وهي فلان بطبقات كما راكم تشوفوا، يجي متماسك ويجي بنين وسريع يعني في التحضير تاعو. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. نروح مباشرة الى المقادير وطريقة التحضير اختصارا للوقت. كمقادير نحتاج إلى نصف لتر حليب وفلان فاني بوزن 50 غرام. نحتاج أيضا إلى ملعقتين من المايزينا. راح نخلط كل هذه المكونات بارد في بارد، نحركوها جيدا حتى تذوب هذه المكونات، ومن بعد راح نحطوها فوق الفرن باش تثقل شوية. نواصلوا التحريك وهي فوق الفرن حتى نحصلوا على هذا القوام. راح نفرخها ونحطها مباشرة في الفريجيدير حتى تتماسك هذه الطبقة، وبعدها نكمل باقي الطبقات الأخرى. بالنسبة للبسكويت أنا استعملت بسكويت بيمو، نتوما استعملوا أي نوعية متوفرة عندكم. راح نوضعها على الطبقة الأولى بعد ما تماسكت. الطبقة الثانية نحتاج إلى نصف لتر حليب، واحد كريم ديسير شوكولا، نحتاج أيضا إلى فلان شوكولا من وزن 50 غرام، وملعقة من المايزينا. راح نفرغوا كل شيء ونحركوا كل المكونات جيدا حتى تندمج، وبعدها نضعها فوق الفرن. لما يثقل قوامها راح نفرغوها في المول ومباشرة إلى الثلاجة. لما تجمد راح نخرجوها نكمل باقي الخطوات. الآن راح نفرغ الطبقة الثالثة ونحطها في الفريجيدير لما تجمد. إذا هذه هي المرحلة الأخيرة، وهي طبقة فلان فريز. باش نحتاج إلى نصف لتر حليب، وأيضا إلى واحد باكي فلان ذوق فريز، ونحتاج أيضا إلى ملعقة مايزينا. نخلطوا كل هذه المكونات حتى نذوب المايزينا، نوضعها فوق الفرن، ودوك راح نفرغوها كما راكم تشوفوا مباشرة للفريجيدير، نخليوها حتى تتماسك، وبعدها نزينوها باللي ترونش تاع الفريز. اذا هاي التحلية تاعنا هاي واجدة. اذا شوفوا طبقاتها تجي يعني باينة وتجي لذيذة جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوها. اذا ديجا انا قسمت منها، ولادي ما صبروش عليها كلاو منها. اذا هذه هي تحلية تاع نهار اليوم. ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو تاع اليوم تشتركوا في القناة ودعموني باللايكات، ودمتم في رعاية الله وحفظه.